السلام عليكم. نهاية دور المجموعات من كأس العالم 2026، 72 مباراة ريناهم في الحماس. وكما نقول لك نهاية دور المجموعات اش معناها؟ بداية الأدوار الإقصائية، وبداية الأدوار الإقصائية بداية المتعة الكروية. نحن توا شنو رينا فيهم 9 منتخبات إفريقية من أصل 10 ترشح الدور 32، ولا حتى منتخب عربي آسيوي ترشح الدور المقبل. منتخبات عالمية كبرى لم تترشح، من أمثلهم المنتخب الأوروغواي. شيرين فهم 12 بطاقة الحمراء في هذا المونديال، وزاد 12 هدف عكسي كأكثر مونديال في تاريخه عنده أهداف عكسية. وأنا نمل لك إن هذا السنة يكون زاد أكثر مونديال عنده بطاقة حمراء. زاد شنيرينا فيه كذا مباريات بركة انتهوا بالتعادل السلبي. ايش معناها؟ معناتها درينا فيهم برشا أهداف إلى حد الآن، فما 205 هدف. معناتها أنا بالمرتاح المرتاح سوف تكون أكثر نسخة تسجيل الأهداف، هي أكثر نسخة حاليا هي 287. انا نتوقع حتى من نهايه ادوار 32 برك الرقم القياسي ذا باش يكسروه. انت برك باش تعرف التفاصيل الصغيره، انت تو معدل الاهداف في كل مباراه هي 2.87. منتخبات صغيره تفاجئنا، من اهم ومن الراس الاخضر اللي ترشحت الدور المقبل بكثره تعادلات، وخاصه الحارس مرمى نتاعهم هما. جميع المجموعات اللي فيهم الاهداف، جميع المجموعات اللي فيهم المتعه. فما زوج مباريات الامتع من الامتع. المباراه الاولى في الادوار في الدور الاول بين منتخب الانجليز ومنتخب الكروات الذي انتهى بنتيجه 4-2، والمباراه الاخرى في الادوار المجموعات بين منتخب النمسا ومنتخب الجزائر بنتيجه 3-3. هذا التعادل اللي خلى منتخب النمسا ومنتخب الجزائر يمر دور 32. منتخباتنا العربيه الافريقيه عندهم حظوظ كبيره بالترشح الادوار الاقصائيه المقبله لحد دور 16 والدور الربع النهائي. من ابرزهم منتخب المغرب بعد ما فاجأنا في نسخه 2022 يكمل تو مفاجآته ويكمل تو مسيره بالترشح الثاني في مجموعة مع المنتخب البرازيلي ب7 نقاط. واللي يخليه هو تو باش يواجه منتخبات وكمل مع السير نتاعو. حتى المنتخبين الاثنين منتخب الجزائر ومنتخب مصر عنده حظوظ كبيرة باش ترشح من الدور 32 حتى الدور 16. وانا عادي نمر منتخباتنا العربية يمشي يوصل حتى الادوار الربع النهائي. جميع افريقيا اللي ما فاجئونا في الدور هذايا، حتى منتخب الكونغو منتخب الراس الاخضر انت ترشحوا. انت اللي مش تعرف بركه ان ليونيل ميسي الادوار الاقصائيه في الادوار المجموعات سجل 6 اهداف، هو الهداف العالم حاليا. وراك فينيسيوس جونيور مع كيليان مبابي وايرلينغ هالاند باربع اهداف. لاعبين ريال مدريد يطغون في هذه النسخه. انت 9 لاعبين ياخذوا اسراج المباراه. معناتها انت ريال مدريد هذا تاغو كبير في كاس العالم. انت شنو تشوف معايا باهي تو ايش حنفسر لك نشوف معنا في الفيديو بتاعي. شوف برشا حاجات تفسر لك المنتخبات الافريقيه شنو يعملوا، كل منتخب شنو يعملوا، كيف ترشحوا الادوار ال 12 مجموعه شنو صار فيهم. تقريبا اجمل الاهداف نشوفهم مع اجمل اللحظات. حتى المنتخبات الكبار شنو يعملوا، كان المنتخب الالماني الذي انتصر ب7 امام منتخب البوسنه. وايضا انت منتخب كندا الذي ضرب منتخب قطر بسداسيه. وماذا فعل المنتخب التونسي الذي اكل 5 و4 و3. حتى من المنتخب العراقي الذي كان أسوأ منتخب. ما انا طب باش نحكي لك عليهم كلهم، وخاصة في نهاية الفيديو شو يعطيكم توقعاتي ادوار 32 المترشحين دور 16. كل منتخب يعطيك شنو توقعاتي وباش فاش اكبر ما موتش منتخبات عملوا اداء كبير في هذا المونديال. ما تايش فلات عليك حتى شيء، تعمل لايك والابوني، سيرتو تعمل الاشتراك على القناة نتاعي على خاطر المونديال مازال طويل، مثل اكثر من 20 يوم في كاس العالم. ما تنسى تحب تفعل اللقطات وتعرف عليك كل شيء، تعمل الاشتراك وسيرتو تعمل لايك. وهيا نبداو. وتوا اجا معايا حنبداو بالحدث الاول. هي ال 12 هدف عكسي في المونديال هذايا راهي حاجه تاريخيه. ومن ابرزهم اللاعب التونسي ليس سخيري اللي هو وحده ماركي زوز. ما انت تو شنو باش تفهم، انت 12 هدف عكسي راهي حاجه تاريخيه. ومن ابرزهم 8 لاعبين عرب اللي هما سجلوا الاهداف العكسيه، مثل العرب هما اللي فتحونا في هذا المونديال. راك انت تمارك 8 اهداف عكسيه على مرميك، راهي حاجه كبيره. نحن في تاريخ المونديال انت بالتفكير فقط انت باش تشوف في مونديال 2022 شنو رينا فيهم. لأن فيهم أهداف عكسية فقط، ولكن في المونديال هذايا في دور المجموعات فقط رينا فيهم 12 هدف عكسي. ما ترى هي حاجة كبيرة. نمشيو للحاجة الثانية شنو هي رينا فيها. رينا فيها أنت 12 بطاقة حمراء، راهي حتى 12 بطاقة حمراء روعة، راهي حاجة كبيرة. أنت في المباراة الأولى في مباراة الافتتاحية كذا بطاقة حمراء. في أجد إن إحنا شنو أتعس بطاقة حمراء ريناها في منتخب بين مباراة منتخب كندا. رينا فيها إصابة لاعب كندا رقم 19، هذه الإصابة اللي خلت تاخذ بطاقة حمراء. هذه الإصابة سوف تكون أخطر إصابة في
في هذه النسخة. راهو لأن إصابة الالتواء أنتِ بالعربي نحن الساق كلها تعوجت، ساق اللاعب ما عادش يكور أكثر من عامين، راك أنتِ إصابة خطيرة جدًا. هذه خذها لأ معناتها أخطر بطاقة حمراء، حتى رينا بطاقات حمراء بعد بطاقة صفراء ثانية، معناتها أنتِ المونdial هذاك الممتلئ باش نرينا فيهم عدد الأهداف الكثيرة. أنتِ أكثر من 270 هدف، راهو أنتِ ثم مباريات رينا فيهم أهداف كثيرة، من أبرزهم هي بين منتخبي ألمانيا ومنتخب كوراساو، رينا فيهم نتيجة 7-1، معناتها أنتِ 8 أهداف في مباراة واحدة، راك أنتِ 8 أهداف باش نشوف فيهم. راهي حاجة كبيرة برشا 8 أهداف. أنتِ شوف دقيقة برك ألمانيا مسجلة 7 وزاد المباراة الثانية شنيا لينا بين منتخب كندا على منتخب قطر اللي هو مسجل عليه هذاك برك 6 أهداف. راهي منتخب قطر مع منتخب كندا راه منتخب تونس ضعيف تعادلت معاه، ديك تستقبل منه أنتِ 6 واللاعب جوي ديفيد سجل برك وحده هاتريك، معناتها راهي حاجة كبيرة. شنيا لينا زاد أخرى حاجة فيها برشا أهداف بين منتخب تونس ومنتخب السويد، اللي لينا فيها زاد 6 أهداف. السويد اللي انتصرت بنتيجة 5-1. وأيضًا منتخب هولندا، منتخب السويد الذي انتصر على منتخب هولندا بنتيجة 5-1. بين حتى واش نبدلوا شوية التفاصيل وشوية الأحداث، حنمشيو من الحزن نمشيو إلى السعادة واش رينا فيهم. ليونيل بروغاميسي اللي سجل وحده في كأس العالم لحد الآن 6 أهداف. المباراة الأولى ضد المنتخب الجزائري ما سجل هاتريك، المباراة الثانية سجل ثنائية، المباراة الثالثة الأخيرة البارح ضد المنتخب الأردن سجل هدف. معناتها أنت ليونيل ميسي داخل بقوة، ربي حنا حنحكيو شوية على الهدف الأخير اللي ما سجلوه، هدف أخير روعة على روعة، امتياز على امتياز، بن على بن، راك أنت مسجل هدف على بعد 28 متر على الحارس مرمى يزيد أبو ليلى، معناتها أنت هدف مسجله هذا يدخل به التاريخ. ليونيل ميسي 6 أهداف 18 هدف في كأس العالم حاليا، حاجة تاريخية. إيرلينغ هالاند، كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور هاذوما الثلاثة مسجلين 4 أهداف، زوج منهم من ريال مدريد. بحال نشوف كيليان مبابي هداف النسخة اللي فاتت في 22 مسجل في النسخة هذيا 4 أهداف وزوج أسيستوات في المباراة الأخرى ضد منتخب النرويج. نشجعوا على عثمان ديمبلي أكد روحه على دخوله في كأس العالم، وأكد اللي هو بالون دور بتسجيل البهاض ضد منتخب النرويج وصدر مجموعته ب9 نقاط. معناتها أنت المنتخب فرنسا هو مش ناوي يرحم. زاد شنيا رينا فيهم آخرين، نحن رينا المنتخب التونسي اللي هذا قطعوا شطرهم، معناتها أنت الشركة الرسمية كيبا هي أفشل شركة، أفشل منتخب عربي، أفشل منتخب في هذه النسخة المنتخب العراق باستقباله له 15 هدف، 4 من النرويج 5 من فرنسا، 4 من النرويج 5 من السنغال و3 من فرنسا. معناتها أنت حاجة كبيرة يستقبل المنتخب العراق وبالتسجيل إلى هدف واحد ضد منتخب النرويج. معناتها أنت هو أسوأ منتخب ويليه المنتخب التونسي. المنتخب التونسي هذا كيرث أسوأ منتخب عربي إفريقي، نحن هذا أسوأ نسخة يعملها المنتخب التونسي، هو برك يستقبل 5-4 3 أهداف. معناتها أنا نتصور كتوانسة كان كمان كذا مباراة أخرى كنا نعملوا التعادل، ولكن هذه فضيحة كبيرة يقدمها لنا المنتخب التونسي. بيتا نحكيو شوية على أن أبرز المنتخبات لكأس العالم هذايا شنو رينا فيهم. رينا المنتخب الأرجنتيني هذا المسيطر على كأس العالم، المنتخب الأرجنتيني استقبل كان هدف واحد أمام منتخب الأردن، ولكن قدمنا في أداء كبير برشا. منتخب الأرجنتين ريناه بينتصر بكذا سهولة بكامل سهولة، وخاصة عنده لاعب صغير ليونيل ميسي. اللاعب هذا هو مكسر الأرجنتين وزاد المنتخب الثاني ريناه مبرز في كأس العالم هو منتخب فرنسا. حتى منتخب فرنسا كذا ماتشات لعبوا كذا ماتشات اللي انتصرهم، كذا هو تقريبا ثاني أكثر منتخب تسجيل الأهداف. معناتها أنت زاد شنو رينا فيهم سنرينا مفاجآت كبيرة، أهم وهي خسرت منتخب فرنسا منتخب ألمانيا أمام منتخب الإكوادور بنتيجة 2-1. معناتها كأس العالم هذا مخبينا برشا مفاجآت كبار، ومازلنا تو دخلنا في الأدوار الإقصائية كما قلت لك، راه مازلنا في الدور المجموعات. أنت تقول لك دور المجموعات ما تنزل مباريات سهلة، شنو يرينا زادا مسار صعيب برشا على منتخب البرتغال ومسار سهل المنتخب الأرجنتين، كأن الكرة مسهلة للمنتخب الأرجنتيني. والمفاجأة الكبيرة في هذا المونديال هو منتخب الرأس الأخضر، هي الرأس الأخضر الكبير عمل كذا مباريات كذا نقاط كذا تعادلات اللي يخليه يترشح للدور المقبل. معناتها أنت قدم في أداء كبير أداء عالمي في هذه النسخة. منتخب الرأس الأخضر باش قدم لنا مونديال كبير. معناتها أنت جميع المنتخبات يفاجئونا، وتوش نعطيك شنو هي الجملة اللي قالوا المنتخبات العربية الإفريقية وسورتو المنتخبات الإفريقية يردون على منتخب إيطاليا، يردون على جاتوزو وشنو يقولون عليهم. قال لك شنو هي هذا 10 منتخبات إفريقية مشاركة في كأس العالم، 10 منتخبات إفريقية ايش عندهم يعملوا؟ يردون عليهم 9 منتخبات هما اللي ترشحوا. منتخب إيطاليا ما ترشحش بركة إلى منتخب ما ترشحش لك إلى المونديال. معناتها الإفارقة راك أنت
تخشوا لهم شكاكة، أنتِ زادا حتى لينا منتخب الكونغو ترشح منتخب السنغال، معناتها أنتِ قدامك مباريات كبيرة، منتخب السنغال هو حاب يترشح بانتصار بخماسية أمام منتخب العراق، معناتها يقدم في أداء كبير. معناها أنت شي لازمك تفهمه، لازمك تفهم أن المنتخب الإفريقي ليس تعمل قيمة وقدر عندهم قيمتهم في المونديال هذايا، وشنو هي تو المنتخبات المفاجئة؟ يعني المنتخب الأمريكي المفاجأة بعد انتصاره برباعية انتصاره بثنائية أكد ترشحه، ولكن خسرت أمام منتخب تركيا، منتخب تركيا كان هو المترشح في المجموعة هذيك، وكان الناس الكل في بالهم به هو باش يتصدر، ولكن يخسر يكون آخر مجموعة أمل، لكن يخرج بانتصار. أفشل منتخب الآن هو المنتخب التونسي، معناتها ما قدمش أداء كبير الناس الكل كانت مستنيته، المفاجأة زادا كبيرة منتخب كوراساو، صحيح قدم أداء خايب أما ولكن عنده عزيمة. شنو هي نتيجة المنتخب البوسني الذي أنت بعد هو اللي خلى المنتخب الإيطالي ما ترشحش، المنتخب البوسني ترشح للدور المقبل، ومنتخب الرأس الأخضر أنت اجا توا معايا بدون نعطيك توقعات للدور 32 المترشحين للدور 16، كل منتخب عندك الإحصائيات نتاعو عندك شكون هو المترشح ونسبة حظوظه. أنا تو باش نقول لك شكون من دور 32 وبعد أنت تنساش تعطيني توقعاتك في الكومنتاريات. بين هذه المباراة الأولى بين منتخب اليابان ومنتخب البرازيل، منتخب البرازيل هو مترشح الأول تاع مجموعته ومنتخب اليابان هو مترشح الثاني، زوج منتخبات قويين، زوج منتخبات قدموا أداء محترم، سورتو البرازيل قدم أداء ممتاز في هذا المونديال دخوله بقوة خاصة بلاعب كبير باسم فينيسيوس جونيور، زوج جائزة رجل مباراة وأربعة أهداف. معناتها نصور انتصار منتخب البرازيل على منتخب اليابان وترشح دور 16 بهذه 3-1. المباراة الثانية بين منتخب النرويج ومنتخب الكوديفوار، منتخب النرويج هو الذي سوف يكون الحصان الأسود، منتخب الكوديفوار مش منتخب صعيب برشا. معناتها أنا نصور أن منتخب النرويج مش يعطي حتى سكور، أنا نصور منتخب النرويج بانتصار بنتيجة 3-0. المباراة الثالثة سوف تكون بين منتخب الإكوادور ومنتخب المكسيك، منتخب المكسيك ترشح اللوف تاع مجموعته قدم لنا أداء كبير، منتخب الإكوادور عمل معجزة كبيرة أمام منتخب ألمانيا. أنا شنو نتوقع انتصار منتخب المكسيك على منتخب الإكوادور في الأوقات الإضافية مش للركلة الجزائية، نتصور منه التعادل الإيجابي نتيجة 1-1، من بعد نمشيو للأشواط الإضافية، من بعد المنتخب المكسيكي سوف يسجل هدف غاديك وهدف أو اثنين هو شكون مترشح للدور 16. المباراة المقبلة سوف تكون بين منتخب الرأس الأخضر ومنتخب الأرجنتين، منتخب الرأس الأخضر ومنتخب الأرجنتين المباراة زوز المنتخبات قدموا لنا أداء كبير. توا أنت اسمع معايا وركز، أنا شنو نقول لك؟ منتخب الرأس الأخضر ذي هو المعزة في هذا المونديال، كذا تعادلات كذا تعادلات في مجموعته وخاصة جينا فيها منتخبية إسبانيا، معناتها أنت عندهم حارس مرمى كبير عندهم دفاع قوية، منتخب الأرجنتين أفضل منتخب في هذا المونديال وهو الفائز بالآخر نسخة. معناتها أنا شنو نتوقع؟ اسمع معايا، أنا نتوقع انتصار منتخب الكاب فير الرأس الأخضر على منتخب الأرجنتين، وهذه سوف تكون معجزة كبيرة الناس الكل تحكي عليها في هذا المونديال. أنا نتصور أن استثمار الكاب فير هو باش ينتصر على منتخب الأرجنتين بالركلات الجزاء، معناتها أنت تكون مصدومة وردوا علي إن استطعتم حتى حل الموت في صداقة كلامي، أما أنت تشوف بعد نهاية المونديال بعد نهاية المباراة ذيك تشوف منتخب الرأس الأخضر هو متوقع هو المترشح للدور المقبل. المباراة اللي بعدها منتخب الكونغو ومنتخب إنجلترا، منتخب إنجلترا هو المنتخب هذا زاد مميز، أنا نتصور نوصل دور النصف النهائي، منتخب الكونغو هو عمل حاجة باهية وصل ترشح للدور هذا، أما نتصور انتصار منتخب إنجلترا بنتيجة 2-1 أو منتخب نتيجة 3-2. المباراة اللي بعدها سوف تكون بين منتخب مصر ومنتخب أستراليا، مصر أم الدنيا هي كسرت العالم، وهذه أول مرة في هذا المونديال أو مباراة تنتصر فيها في تاريخها في المونديال ودخلت الأبواب دخلت من الباب الكبير. نتصور المنتخب المصري كامل في الربح هذا وانتصار منتخب أستراليا ترشح الدور 32، نتصور أنت ينتصر بنتيجة 2-1 أو نتيجة 2-0. المباراة اللي بعدها بين منتخب الجزائر ومنتخب سويسرا، منتخب الجزائر قدم لنا من أمتع المباريات في دور المجموعات بنتيجة 3-3 أمام منتخب النمسا، منتخب سويسرا رينا شنو عمل قدم أداء ضعيف أمام منتخب قطر بالتعادل. على ذلك نتصور منتخب الجزائر خواتنا ان شاء الله يترشحوا ونتصور انتصار بنتيجة 2-1 او حتى ينتصرون بالركلات الجزاء. المباراة الأخيرة في اللول هي بين منتخب غانا ومنتخب كولومبيا، كولومبيا ريناش عملت ترشحت الأولى تاع المجموعة فيها منتخب البرتغال زوج انتصار وتعادل، منتخب غانا رينا عندهم الساحر نتاعهم اللي خلاهم يترشح، كان يكمل معاهم الساحر الأسود اللي يعملوا فيه، أنا نتصور هم يتكملوا يترشحوا ولكن ديما العازمة هي تنتصر
ينتصر. أنا نمشيو بالواقعية، نتصور منتخب كولومبيا هو يترشح للدور المقبل دور 16 بانتصار بنتيجة 2-0. إلى حد الآن مازال ما ريناش نتيجة كبيرة، خاطر ما بداش المنتخبات الصحاح. هذا كيما نقولوا نحن الشطر الأولاني ساهل، تو الشطر الثاني شبد صعيب، الشطر الثاني المباريات الكبار. نحن تو ننطبقوا معاهم، ما نمشيوش شنيا نلقاو. المباراة الأولى نلقاو منتخب ألمانيا ومنتخب بلغاريا. منتخب ألمانيا وبلغاريا هذوما زوج منتخبات، منتخب بلغاريا ما قدمش أداء كبير، ولكن منتخب ألمانيا هاو تصور ينتصر بنتيجة 4-0. خاطر نعرفوا دبابات الألمانية ما يرحموش قدام المرمى. المباراة الثانية بين منتخب السويد ومنتخب فرنسا. منتخب فرنسا اللي ترشحت الأولى تاع مجموعتها ب9 نقاط، هذا انتصار المنتخب السويدي اللي ترشح كأحسن ثالث من المجموعة السادسة. أنا شي المنتخب السويدي منتخب ضعيف، أنا نتوقع المنتخب الفرنساوي ينتصر عليه وبسكور. ردوا علي إن استطعتم. أنا المنتخب فرنسا ينتصر بنتيجة 4-0 على الأقل. وكان المنتخب السويدي عملت حاجة كبيرة تتصرف على بنتيجة كذا صفر. مثلا منتخب فرنسا هو هذا أكبر مرشح المنتخب بالترشح للدور 16. المباراة الموالية سوف تكون أرقام بين منتخب كندا ومنتخب جنوب أفريقيا. منتخب كندا ومنتخب جنوب أفريقيا سوف تكون المباراة الأولى توا باش نشوفوها في الأدوار الإقصائية. شنو نتوقع منتخب جنوب افريقيا اللي شنو يعمل ترى كيف ترشح بعد ما خسر وتحل المورال، بعد رجع رجع بقوه. ولكن منتخب كندا اللي انتصر بسرعه منتخب كندا. ولكن هذا ستكون مفاجاه، شفت نتوقع انا ان ترشح منتخب جنوب افريقيا على منتخب المنظم منتخب كندا بالركلات الترجيح. هي المباراة اليوم نحن قد يكون نحن نشاهدوها، قد يكون فيديو يهبط قبل بسويعات قليله قبل المباراة، ولكن انا نقول لك نتوقع ان منتخب جنوب افريقيا هو اللي ترشح. المباراة الثالثة شنو نلقاو فيها بين منتخبي المغرب ومنتخب هولندا. منتخب هولندا اللي ترشح الأول تاع المجموعة السادسة، منتخب المغرب المنتخب اللي لعب المعزة في 2022. أنا شنو نتوقع أن منتخب المغرب لازم يعفس على قلبه، سوف تكون من أسعد مباريات، سوف تكون للمشاهد من أمتع المباريات. أصغر حتى توفت نتيجة 2-2 أو نتيجة كذا 3 بعد يمشي الأدوار، بعد يمشي برولونغاسيون حتى إلى ركلات الجزاء. أما ولكن منتخب المغرب أسود الأطلس ينجموا يعملوها وإن شاء الله يعملوها، يترشحوا الدور المقبل بالانتصار بركلات الترجيح، وخاصة عندهم حارس مرمى كبير ياسين بونو. المباراة الخامسة شكون نشوفوا فيها بين منتخب كرواتيا ومنتخب البرتغال. منتخب البرتغال هذا المنتخب ترشح اثنين تاع مجموعته، كان عنده مترشح عنده عناصر كبيرة، وعنده خاصة الثلاثي خط الوسط من أمس خط الوسط فيتينا وبرونو وجو نيفيس وأمام دون رونالدو. منتخب كرواتيا منتخب اللي لعبوا ماسك ولكن هو اللي ينتصر. منتخب كرواتيا انتهى الثاني في المجموعة الفائز منتخب انجلترا اللي في حتى تقريبا من امتع مباريات دور المجموعات بينه هو منتخب انجلترا ب4-2. بين شيء نتوقع هذا متوقع انتصار منتخب البرتغال بشق الانفس بنتيجة 2-1. المباراة الموالية سوف تكون بين منتخب النمسا ومنتخب اسبانيا. منتخب النمسا هذه منتخب ترشح كأحسن ثالث، قدم أداء كبير، قدم تعادل ضد منتخب الجزائر وخسر امام منتخب الارجنتين وانتصر على منتخب الاردن بنتيجه 3-1. ولكن الاسبانيا تبقى اسبانيا، قد مباراه اولى خايبه ولكن تبقى اسبانيا. نسوا ان اسبانيا لا راوخه بنتيجه 2-0 او نتيجه 3-1. المباراه الواليه سوف تكون بين منتخب البوسنه ومنتخب امريكا. منتخب البوسنه الذي اقصى منتخب ايطاليا منتخب امريكا في بلاده وقدم في مونديال كبير، ولكن تعود كل الحقوق الى منتخب امريكا المونديال الكبير اللي طلع فيه. انا اتوقع منتخب امريكا بانتصار بنتيجه 2-1 او نتيجه انتصار 3-1 هو سوف يترشح للدور 16. والمباراة الأخيرة في الأدوار الإقصائية سوف تكون بين منتخب السنغال ومنتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا هو عنده انتصر على منتخب تونس بخماسية، ومنتخب السنغال انتصر بخماسية على منتخب العراق. معناتها انت سوف تكون مباراة كبيرة بين نصوص منتخبات، ولكن السنغال أسود التيران هي حاملة لقب الكأس أفريقيا بالعدل، ما نحكي مش نحكيو على الأوراق باش يعملوا، ولكن منتخب بلجيكا يتفوق عليهم بمراحل. انت تفهمش الكرة من شبهها، ما تعرفش منتخب السنغال شنو نجم يقدم. قلنا هي لك منتخب السنغال هو اللي بيترشح لمنتخب بلجيكا، سي حالو بها اسامي الكبار بدي بروين وبكورتوا وبتروسارد وبدوكو، ولكن منتخب السنغال اسود التيرنجا هي اللي باش تترشح. معناتها انت ان شاء الله مونديال كبير شي يقدمون. هذا انا عطيتك توقعاتي، انت تعطيني توقعاتك في الكومنتات، وان شاء الله انت يطلع لخص لك الادوار المجموعيه شنو صار فيهم اهم الحاجات كي نلخصهم لك بشوي بشوي. راه الفيديو قدام اكثر من ساعه. انت كالعاده تعمل لايك والابوني. والسلام عليكم.